السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لتفسير إشعياء 19. الحقيقة قبل ما أبدأ إن شاء الله محاضرتي عن إشعياء 19، أنا مش عارف في ناس فهمت إن أنا بتكلم عليها أو إن أنا حد تعليم ضد تعليمهم. الناس دي لا هي في دماغي أصلا ولا جبت سيرتها ولا قريت لها حاجة. كل الحكاية ان انطلب مني ان انا افسر اشعياء 19 لان في ناس بتفسره غلط وفي ناس بتوجهه توجيه خاطئ بالذات للاحداث اللي بتجري الان. وسمعت احد الغير المتخصصين اسمه مش عارف ايه مشهور كده قعد يهبد في إشعياء 19 وناس تقول لك لا ده هيحصل اللي من دول وكده. فانا عايز اوضح بس حاجه مهمه، ان إشعياء 19 ده لازم نفهمه بمنظور يهودي وبمنظور نصراني، لان إشعياء ده كتاب يهود وهم عندهم نبوات خاصه بيهم. وردي على إشعياء 19 هيكون النهارده من خلال تفسيرات يهوديه ومسيحيه، وبعد كده اوريكم بالتاريخ فين. اعتقد ان المصريين مشغولين جدا بالفقرتين الأوليين من إشعياء 19. ها هو الرب يأتي على سحابة سريعة. الرب جاي على سحابة سريعة عشان مصر، وتذوب أصنام مصر وتسقط أصنامها ويذوب قلبها بداخلها. اليهود بيقولوا إن الرب راشي بيقول إن ذوبان قلب مصر وتهديم أصنامها ان ملك اشور الله بيرسله على مصر عشان يأدبها تأديبات، وان اشور احتلت مصر ودمرت اصنامها، واضطر المصريين ان هم يلجأوا الى العرافين والشياطين لكي يخلصوا من هذه الكارثة. يبقى اول حاجة هو الرب آتي على سحابة سريعة، دي معناها ان الرب ارسل تأديبات من قبل ملك اشور على مصر ودمر اصنامها وحطم معابدها، ودي كانت صدمة كبيرة بالنسبة للمصريين، فالتجأوا إلى العرافين والشياطين. طيب النقطة الثانية، أنا بدي طبعا تفسيرات سريعة. النقطة الثانية قضية تهييج المصريين بعضهم على بعض، ودي اللي بتزعج المصريين جدا. إزاي إن هيحصل حرب أهلية والمصريين هيقوموا على بعض وتتفتت مصر وكده. الكلام ده غير صحيح في العصر الحاضر. الكلام ده حصل فعلا وتنبأ عنه إشعياء النبي وقد حدث بالفعل. تعالوا بقى نشوف المشكلة فين بالظبط عشان ناخد بالنا من القضية ماشية ازاي. مش عارف انا بس واضح ولا لا عندي. هناخد النهاردة تفسير مهم جدا. تعليق لأحد أساتذة الكتاب المقدس بيقول: وأهيج المصريين بعضهم على بعض. ركز بقى في اللي جاي. بيقول: وبدأ تفكك مصر حوالي سنة 750 قبل الميلاد. يبقى مصر يا جماعة حصل لها مشكلة إن كان بيحكمها أسرة فرعونية اللي هي الأسرة ال25، وكانت الأسرة دي أسرة أثيوبية. يمكن دي صدمة كبيرة على المصريين إن مصر اتحكمت من قبل أثيوبيا على يد واحد اسمه سابو، وسابو ده كان من الأسرة ال25، والأسرة ال25 دي هي أسرة يعود أصلها إلى الأصل الحبشي. وحصل صراع كبير جدا بين الملك الأثيوبي ده ومصر السفلى ومصر العليا، وكانت حرب ضخمة جدا أدت إلى تقسيم مصر 12 مقاطعة، وال12 مقاطعة دول كان بيحاربوا بعض حروب شديدة جدا، بالذات مدينة صوغن اللي هي مدينة صنع الحجر. يبقى مصر حصل بلها تفكيك. مصر تفككت سنة 750 قبل الميلاد، وبدأ صراع بين ملك مصر وملك سايس ومنفيس، حيث اتخذ الأمراء الآخرون مواقف مختلفة. وبعد مرور 10 أو 12 سنة كان هناك صراع بين بوكريوس وسابيو منذ ذلك الوقت فصاعدا، حتى أعاد بسمتيك الأول تأسيس وحدة مصر سنة 650 قبل الميلاد. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان تهييج مصريين على مصريين ده حصل فعلا سنة 730 735 قبل الميلاد.
من سنة 760 لسنة 735. طبعا التاريخ بيرجع لورا لأنه بيرجع لناقص. في الفترة دي يا جماعة مصر حصل فيها حرب أهلية وتفككت ل 12 مقاطعة، وكان في حرب بين بوكاريوس وسابيو اللي هو الملك المصري والملك الأثيوبي اللي هو بيعود لأصوله الأثيوبية. ومصر اتفككت في العصر ده ل 12 مملكة، وصار هناك حروب شديدة جدا حتى أعاد بسمتك الأول مصر كما كانت عليه سنة 650 قبل الميلاد. يبقى فهمنا دي. وكانت البلاد مقسمة إلى حد ما، وعند حدوث أزمة كان الأمراء على استعداد للشن الحرب فيما بينهم، فصارت الحروب بين الممالك المصرية خلال فترة التفكك. وتولى معظم الأمراء المصريين في ذلك الوقت لقب الملك، على الرغم من أنهم لم يكونوا أكثر من مجرد رؤساء مدن. يبقى كان كل مدينة عملت استقلال ذاتي. الاستقلال الذاتي ده خلى أن كل مدينة تدعي أنها مملكة. من سنة، ركز في التاريخ، من سنة 730 765 لحد 735، يعني تقريبا مصر قعدت تحارب بعض تقريبا 35 سنة حرب أهلية. كانت حرب شديدة جدا، و كان المدن المصرية تقسمت نتيجة الحرب الأهلية بين الممالك المصرية، بين الملك طبعا الملك المصري بسمتك الأول أعاد مصر بعد هذه الحرب التفككية والحرب الصراعية. يعني عايز أقول لك إن ده حصل فعلا سنة 700، من سنة 760 لحد سنة 735. احنا بنرجع لورا. ال 35 سنة دي مصر كانت عبارة عن 12 مملكة بيحاربوا بعض، وفي حرب أهلية بين ال 12 مملكة، وإن كانت كل مدينة بتدعي أنها مملكة خاصة. يعني زي ما تقول لك إيه، جمهورية زفتة. يعني كان كل بلد بتعلن استقلالها ضد البلد الأخرى، وكل مملكة كانت بتدعي أنها مملكة على حساب الأخرى. وكانت الممالك المصرية تقسمت إلى 12 مملكة، وال 12 مملكة حاربوا بعض فعلا من سنة 735 لسنة 650 ميلادية. طيب الدكتور كايل ويدلتش، الدكتور كايل ويدلتش بيتكلم برضه، بيقول: وأهيج مصريين على مصريين فيذهبون للحرب. بيقول تفرغ مصر في داخلها وتذهب مشورتها، ويذهبون إلى الأوثان والعرافين، وأغلق مصر على حاكم قاسي. اللي هو مين بقى؟ مين بقى هو الحاكم القاسي ده؟ طبعا هم بيقول لك الرئيس السيسي، يقول لك لا ده الحاكم القاسي الرئيس السيسي والأنهار لا، الكلام ده غير صحيح. الحاكم القاسي أنا هقول لك هو مين دلوقتي. يبقى احنا أول حاجة ها هو الرب آتي على السحابة سريعة، زي ما اجتاز الرب في وسط مصر وقتل الأبكار وقتل كل بكر من يد من بكر الفرعون الجالس على العرش إلى المرأة التي تجلس، المرأة التي تشتغل في الراحة. فالرب اجتاز في وسط مصر وقتل المصريين. نفس الحكاية الرب آتي على سحابة سريعة، معناه بقضائه وتأديباته، مش معناه ان هو جاي بذاته المقدسة، لكن العلماء بيقولوا ان هو يأتي بالتأديبات والقوانين الإلهية اللي بيرسلها على مصر لكي يؤدبها تأديبات إلهية عن طريق أشور. وإن أشور دخلت مصر وهدبت معابدها ودمرت هذه المعابد. وأجعل مصر في يد حاكم قاسي، وسوف ندار حرب أهلية نتيجة هذا الصراع. وطبعا ده حصل فعلا، ونتيجة هذا الصراع الكبير سلط على مصر بقى ملك اسمه الملك سرجون أو الملك قمبيز. الملك قمبيز ده بقى اللي أنا كنت قلت لك عليه، اللي هو الملك الفارسي. يبقى مصر هتقع في ايد مين؟ مصر مرة وقعت في ايد قمبيز ومرة وقعت في ايد أسرحدون. يبقى الملكين المجرمين دول احتلوا مصر ودمروها تدمير كامل، وكان هدفهم تحطيم المصريين وإذلال المصريين وضرب معابدهم وتحطيم أصنامهم. ووقعت مصر في يد من؟ في يد الملك قمبيز الفارسي الذي دمرها تدميرا كاملا. وصارت هناك حربا طاحنة عن طريق الملك قمبيز والملك أسرحدون أيضا، وأطاح بهذه الممالك، وأصبحت مصر ممالك مقسمة إلى 12 مملكة بعد الإطاحة بالسلالة الأثيوبية سنة 695، حيث نجح بسماتيكوس حاكم مصر
سنة 670 في ضم هذه الولايات ل 12 وجعلها مملكة واحدة بالنسبة للحاكم بسمتك، وهو الحاكم الصارم المعروف المستبد المشهور. ولقد نجح في كسب المعركة في منفيس، والتي من خلالها ثبت نفسه في النظام الملكي خلال تعزيز نفسه أولا بقوات مرتزقة من أيونيا وكاريا واليونان، ومنذ ذلك صاعدا تم تدمير الشخصية المصرية الحقيقية بخليط من العناصر الأجنبية. إيه اللي حصل بقى؟ يبقى احنا دلوقتي عندنا مشاكل، عندنا أسرحدون، عندنا قمبيز، عندنا سابو الملك الأثيوبي اللي قلت لك عليه، عندنا بسمتك. كل الممالك كل الملوك دول مصر تعرضت لغزو الأشوري، مصر تعرضت للغزو الفارسي، مصر تعرضت لحرب أهلية من داخلها فتفككت تماما وصارت 12 مملكة بيحاربوا بعض. بعد كده الصراع الأثيوبي المصري على العرش وانتصار المصريين على الأثيوبيين. بعد كده مصر وقعت في ايد الملك قمبيز اللي كان بيدمرها وأذلها. قبلها الرب أرسل أشور على مصر ودمرت معابدها. وبعد كده الملك بسمتك استعان بالعناصر اليونانية والقبرصية والملطية لكي يثبت حكمه على مصر، وأصبحت مصر في ذلك التوقيت عبارة عن خليط من العناصر الأجنبية. وأدى ذلك إلى هجرة جزء كبير من الطبقة العسكرية إلى خارج مصر، وسرعان ما شعرت الأمة المصرية بقمع جديد حتى أتى الفرعون نوخو. نوخو ده اللي أتى بعد بسمتك. ركز معايا بعد إذنك، لأن أنا بحاول أن أنا أجمع لكم المعلومات اللي أنا اشتغلت فيها أكتر من شهر ونص. هنا الملك نوخو ده عمل مشكلة. الملك نوخو حب يعمل قناة، القناة دي عايز يعمل قناة على هيئة قناة السويس، لكن هو ما استطاعش انه يخلصها او ما استطاعش ان هو يعملها، فأدى الى تفريغ مياه النيل وحصل جفاف. يبقى الملك نوخو حب يعمل قناة لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وما عرفش يعملها، ومات فيها آلاف من المصريين. أدى ذلك يعني ما حب يعمل هذه القناة اللي هي هتؤدي من نهر النيل إلى البحر الأحمر. القناة اللي حب يعملها دي أدت إلى تفريغ نهر النيل تماما، وحصل مجاعة كبيرة، وحصلت أزمة غذائية كبيرة في مصر. أنا هتعرض للملك نوخو مش دلوقتي، بس أنا بديك إن الملك نوخو ده اللي كان عايز يعمل مشروع رمسيس ميمون لبناء قناة السويس، ومات فيها أكثر من 120,000 من سكان الأرض الأصليين، وأدى ذلك إلى استنزاف الحياة والعمل القسري، وبجانب تمرد القوات المحلية المصرية، وتم إرجاعها إلى الصحراء بواسطة حفيد نوخو إلى الحملة التي استمرت من سنة 570 ميلادية. يعني بعد ما تم حفر القناة دي المصريين عملوا ثورة ضد نوخو، واستمرت حرب تانية أهلية من سنة 616 لحد سنة 570 نتيجة فشلوا في هذه القناة التي أدت إلى مقتل عدد كبير من المصريين وإفراغ نهر النيل إفراغه تماما، وصارت هناك أزمة بحرية في مصر، مش كان لاقيين يصطادوا، وجفت ترع مصر، وأدى ذلك إلى حالة من الغذاء، أزمة غذائية في مصر، ووضع ذلك إلى كره العائلة البسمتكية نتيجة حفيده نوخو. هناخد تعليق الدكتور جيمسون ويست براون للكتاب المقدس، بيقول: وأهيج مصريين على مصريين، أي أهيج مصر السفلى على مصر العليا. ويشير بذلك إلى الحروب الأهلية التي دارت بين إبريس وأمسيس وقت غزو نبوخذ نصر، وأيضا بين تاكوس ونختنوبوس الذين أرادوا أن يخضعوا مصر. وأهيج ممالك ضد ممالك، أي تقطعت مصر خلالها إلى 42 مقاطعة. الدكتور ماثيو بول بيقول: وأهيج مصريين على مصريين، وأهيج مملكة على مملكة. بيقول: فبرغم أن مصر ما كانت إلا مملكة واحدة وتحت ملك واحد، إلا أنها بعد مرور كثير من الوقت انقسمت إلى 12 مملكة، ودارت بينها حروبا كثيرة وقاسية كما روى المؤرخون، وخاصة هيرودوت وسيودور. تمام كده؟ فيحارب. يبقى احنا كده فهمنا. طيب، عرض تاني من أحد التفاسير الأجنبية بيقولوا: أهيج مصريين على مصريين، أي أخلطهم وأربكهم. وفي هذا الارتباك وقعوا في تدمير بعضهم بعضا، وأدى ذلك إلى تمردات والحروب الأهلية، والتي تبين أن مصائب مصر لا تحل عن طريق الغزو الأجنبي بل عن طريق المنازعات الداخلية.
والتي يرسلها الرب بينهم فيحاربون بعضهم بعضا، يحارب كل قريب قريبه وكل مدينة تحارب الأخرى. وكانت أعداد المصريين كبيرة في ذلك الوقت، حتى جاء أحمس بجيش تقوامه 20,000 جندي لكي يوحد هذه الممالك بعد وفاة الملك سابو أو سيبون اللي هو الملك الأثيوبي الذي كان من السلالة الأثيوبية 25 التي حكمت مصر. وانقسمت المملكة إلى 12 مملكة، وحكمت في النظام الكونفدرالي لمدة 15 سنة، حتى استبعدوا باسماتيكوس أحد ال12 الذي جمع جيشا وحارب ال12 مملكة وانتصر عليهم، وأدى ذلك إلى توحيد مصر مرة ثانية تحت نظام الحكم الملكي الفرعوني للأسرة 26 للملك بسمتي. وأهيج أيضا مصريين على مصريين بالحروب الأهلية بين إبريس وأعمسيس في زمن نبوخذ نصر، وسارت مصر من خلالها في حروب تقدمت مدة 30 سنة. المؤرخين مثل هيرودوت بيليني وغيرهم بيقولوا إن حصل هذا الصراع الكبير وامتد من شمال الدلتا إلى جنوب مصر. يبقى كده أحبائي خلصنا هذه القضية الأولى. زي ما ربنا في إشعياء 49 وسفر أخبار الأيام الثاني صح 20 كما جعل بني عمون ومؤابيين وأدوميين يقتلون بعضهم بعضا. عمون ومؤاب وأدوم صارت بينهم حروبا أيضا داخلية أدت إلى صراعات. وأيضا الحروب الأهلية الإسرائيلية، احنا عارفين ان يهوذا وإسرائيل حاربوا بعض فترة كبيرة، وحتى الملك داود نفسه كان عنده حرب أهلية مع إشبوشاس، وكان استمرت الحرب الأهلية دي أكتر من 7 سنين. عايزيني أكمل تاني ولا كفاية كده؟ هل المعلومات واضحة ولا كفاية؟ أكمل ولا يكفي هذا؟ يبقى احنا النهاردة اكتسبنا حاجتين مهمين جدا. ها هو الرب آتي على السحابة السريعة. طبعا النصارى عندهم تفسير طبعا ضد التفسير اليهودي، ان السحابة السريعة دي عبارة عن مريم التي عبارة عن الرب يسوع الذي يأتي راكبا سحابة وهي مريم المجدلية، مريم أم يسوع. طبعا دي تفاسير أنا بعتبرها تفاسير ايه؟ تفاسير وهمية، يعني مالناش دعوة بيها. النتيجة الطبيعية للإطاحة بالسلطة الأثيوبية على يد الملك سرجون الملك الأشوري. أنا عايز أقول لك إن مصر كانت محتلة احتلالين، احتلال داخلي من الملك سابو اللي هو الملك ساو أو سابو أو سا حسب الترجمة العبرية والترجمة اليونانية، سابيوس أو سباتيكوس أو بياناخي في بعض التراجم. والملك ده كان أصله أثيوبي وحكم مصر في الفترة من سنة 720 يبقى من سنة 720 لسنة 650 مصر حصلت لها مشاكل كبيرة. وإن الإطاحة بالسلطة الأثيوبية عن طريق الملك الأشوري صار أسرحدون الذي أذاق مصر الويلات. يبقى ربنا سلط مين؟ الملك الأشوري أسرحدون أو سرجون سنة 720 ميلادية، فحطم أصنام مصر ودمرها وأسقط الأسرة الأشورية الأسرة الأثيوبية عن طريق الملك ساو أو سابو اللي كان بتستعين به يهوذا في بعض الحروب. وفي عصر هذا الملك أدى إلى تقسيم مصر إلى عدة ولايات، كما يروي هيرودوت أنه عندما جاء للإطاحة بسابكو آخر الأسرة الأثيوبية انقسمت وحدة مصر إلى النظام الاثنى عشري. يعني فعلا مصر وقعت في التقسيم من سنة 720 لسنة 650 قبل الميلاد. يبقى معنى كده إن مصر يا جماعة مش معناها العصر الحالي إن مصر هتنقسم لا سمح الله، أو أنها وقعت في يد الملك القاسي. لا، الملك القاسي ده أنا قلت لك هو الملك قنبيز أو أسرحدون. وبعد كده مصر وقعت في إيد عناصر أجنبية استعان بها الملك بسباتك، وبعد كده الفرعون نوخو اللي عمل القناة الفاشلة ديا وأدى إلى تفريغ نهر النيل. وبعد ما مصر اتقسمت ل 12 مملكة حاربوا بعض، ال 12 مملكة حاربوا بعض، وأهيج مصريين على مصريين وأهيج مملكة على مملكة، فصارت المدن المصرية مقسمة، وأدى ذلك إلى حروب أهلية طاحنة مات فيها الكثير من المصريين ووقعت النبوءة. فكانت الحرب بين إبريس وإمسيس في وقت غزو نبوخذ نصر والحرب الأهلية التي اجتاحت البلاد. يبقى مصر كانت والله في مشاكل. يبقى مصر يا جماعة من سنة 720 سنة 650 قبل الميلاد كانت عندها مشاكل كبيرة، إما بالغزو الخارجي، إما بالحروب الأهلية،
اما بالثوره ضد الملوك بعضهم بعضا، اما بالحرب العرقيه بين الاسره الاثيوبيه والاسره المصريه من الجنوب والشمال، وبين الممالك الاثنى عشر التي حاربت بعضها بعضا، بالاضافه بقى للغزو الفارسي والاشوري الذي حطم مصر تماما. في حد عنده اي سؤال احنا هناخد نبوتين، يبقى احنا خلصنا النهارده النبوه الاولى اللي هو اسرحدون، والنبوه الثانيه اللي هو الحرب اللي تمت بين ابريس وامسيس وسابوا الملك الاثيوبي واسرحدون الملك الاشوري. حد عنده اي سؤال في المحاضره دي؟ كده كام دقيقه؟ حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي استفسار؟ وطبعا يعني تفنى مشورة مصر زي ما في اشعياء 19:3 ويطلبون الاصنام والسحرة واصحاب العرافين ويطلبوا ان يخلصوهم من هذا الغزو الاشوري ووقعوا في يد امراء وقساة. سياتي الله الى مصر باحكامه فيرفع اسباب هلاكهم من بينهم عندما يهرب الاشرار من الخطر، فانهم يميلون الى الاعتقاد بانهم امنون، ولكن الشر يطارد الخطاة وسيدركهم سريعا ان لم يتوبوا، وسيسلم المصريين الى يد من يحكمهم بالصرامة كما حدث بعد قليل. اشتهر المصريون بالحكمة والعلم، ومع ذلك فإن الرب سوف يسلمهم لمكائدهم المنحرفة والشجار حتى تصبح أرضهم بسبب خصوماتهم موضع ازدراء وشفقة، أن يجعل الخطاة يخافون من أولئك الذين احتقروهم واضطهدوهم، ويجعل رب الجنود فاعل الاسم رعبا لأنفسهم ولبعضهم بعضا، وكل كائن حوله رعب. وستكون هناك فتنة وحرب أهلية، وهو الرب الذي يصنع السلام وخلق الشر. أنا الرب وأفعل كل هذه الأمور. دافع عمواس 3:6. هل يحدث شر في مدينة والرب لم يفعله؟ وكانت الحرب الأهلية التي نشأت في الملوك الاثنى عشر في زمن باسمتيكوس أو باسمتيك الملك المصري، ودارت هذه الحرب بين إبريس وإمسيس في وقت غزو نبوخذ نصر، ووقعت الفوضى وتعددت الحروب بين المنخرطين وبين الذين يحكمون عدة أقاليم، فيكون الأسر الحاكمة بعضها ضد بعض، وفوضى وصراع أدى إلى هذا الصراع الكبير بين تاكوس ونختبوس والمندسين اللي يريدوا إخضاع مصر حول هذه المقاطعات ال12. أنا جبت لك كده التفسير الأجنبي كله، ومسيحيين على فكرة. لو أنتوا عايزيني أكمل معاكم وأشتغل معاكم في التفسير العبري أنا ما عنديش مشكلة، بس أنا مش عارف أنتوا سامعين ولا لا. مفيش تعليقات. يبقى يا جماعة ما تخافوش، النبوءة دي حصلت ومن زمان ووقعت تاريخيا، والمؤرخين قالوا ان هي وقعت فعلا عن طريق الاحداث اللي انا قلتها لكم تاريخيا. اديتكم الاسماء، اديتكم المواقع، اديتكم اسماء الملوك، اديتكم التواريخ. يبقى بعد اذنكم ما حدش يتكلم في المجال ده الا اذا كان دارسا واستاذا. لكن الناس اللي بتحاول تخوفكم ان ده هيقع حاليا ومصر تنقسم وتقوم ممالك على ممالك، الكلام ده غير صحيح. مصر امنه مطمئنه ان شاء الله. الكلام ده حصل في عصر أسرحدون وقنبيز وسابو ونوخو وكل الناس دي. امتدت الفترة القاسية دي جدا من سنة 730 أو من 720 لحد سنة 650 أو 620 قبل الميلاد. حد ليه أي سؤال تاني؟ طبعا العلماء الرابي راشي تفاسير اليهود بيقولوا تقريبا ان برضو ان الله سلط على مصر الملك أسرحدون، وهو اللي حطم أصنامها وهو اللي دمرها. طبعا هم شمتانين في مصر في العصر دون، رغم ان مصر كانت بتقف مع يهوذا في ذلك التوقيت، وكانت يهوذا بتستعين بمصر، وان أرميا النبي كان حذر يهوذا من ان هي تروح لمصر او تستعين بالملوك المصريين ضد الحملة الفارسية، الحملة البابلية، لان ربنا غضبان على مصر وربنا هيعاقب مصر بسبب الموضوع ده، لو موضوع الاوثان والاصنام والعرافين والكلام ده. وصلت يا شباب؟ حد ليه اي سؤال اخر؟ خد براحتك. اي حد عايز ياخد الحلقة دي، هو انا بتبرع بالحلقة لكل مسلم عايز يسمعها. انا عندي توسعات اكتر من كده، لكن وقت المحاضرة مش عايزه يطول. لكن انا لسه ما خلصتش كلامي عن هذه النبوة الاولى. ها هو الرب اتى على سحابة سريعة، والنقطة الثانية وهيج مصريين على مصريين ومملكة ضد مملكة. لسه عندي كلام تاني عايز اقوله
في هذه القضية. احتمال يكون في محاضرة تانية بعد قليل. انا مش عايز اطول عشان بس اللي عايز يسجل المحاضرة او يعرضها ما تكونش كتير عشان الناس ما تتوهش مني، لكن لنا لقاء ان شاء الله في محاضرة اخرى، والسلام عليكم.